السلام عليكم. مساء الخير يا جماعه، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ريلز صغنن كده منزله، ولكن انا كنت عايز اتكلم في بوينت مهمه جدا. الزمالك ان شاء الله عنده ماتش بلوزداد يوم الجمعه، ان شاء الله هنكسب وهنعدي وهنخش بعدها على معمعه انبي، وقبلها طبعا المصري. طيب، داير اليومين دول عن التحكيم حوارات، واصل الحكم الفلان حسب والحكم العلاني ما حسبش والحكم الدحلاني ما عملش وفلان وعلان وبتاع، وضربة جزاء لبيراميدز مش عارف بتاعة المصري مش ضربة جزاء، واصل الاهلي له بيلن، واصل سموحة ليها بيلن، والقصة دي كلها. انا عايز اوجه رسالة واحدة بس من هنا لكابتن حسين لبيب ولأي حد مسؤول في نادي الزمالك. اتمنى ان الرسالة دي توصل او ان حد يوصلها ليهم. عايزين حكام اجانب لماتش انبي وبيراميدز، شكرا. بعد اذنكم، حكام اجانب لماتش انبي وبيراميدز، حكام اجانب لماتش انبي وبيراميدز لو سمحتوا. الدنيا سهله اهي، عشان ما نطلعش نصيح، عشان ما نطلعش نقول اصل عينوا لنا محمدين الحسنين وعينوا لنا الاهلاوي فلان ما الله يخليكم. عايزين حكام اجانب لماتش بيراميدز وانبي، تمام؟ سهلة اهي، الدنيا سهلة. هتعين حكام أجانب للماتشين، هتصرف وهتجيب حكام أجانب للماتشين، تمام؟ على الأقل هتضمن إنك هتاخد حقك ومش هتطلع تصيح، تمام؟ لكن هتقعد حاطط إيدك على خدك ومسحول أنت في خناقة الأهلي واتحاد الكورة وسموحة وبيراميدز ومش عارفة مين واسفلان ليه والحكام المصريين وأوسكار مش عارفة إيه. هتاخد على عينك في ماتش من الماتشين دول وهتخسر كل حاجة. احنا عايزين حكام اجانب لماتش انبي وبيراميدز، شكرا، سلام عليكم.